تعرف ترعى اسره وبيت وتؤدي حقوق، في خلقين مهمين جدا لازم يكونوا معاك: الرفق والحزم النافع. الرفق لانك الحياه ما بتجيش قفش، في حاجات كتير في الجواز مش بس ايه يقول لك انا راجل وكلمتي لازم تمشي. يا عم بقى اقعد، يا عم بقى بطل تتهجرج، احنا قاعدين ساكتين. تقول لي لا ما هو في الدين. يا عم بقى في الدين انا جاي، ما انا جاي، ما انا بتكلم في الدين. اصبر شويه وهتسمعك حاجات هتقعد، بس خلينا يعني مشي مراتك من جنبك لو دلوقتي لو هي قاعده تمام. انما هي لازم تمشي، بس هي مش بتمشي قوي، هي بتعرق تمام. فانت عليك هتمشي مع واحده. فساعات بتبقى محتاج تقنع اللي قدامك بطريقه غير مقنعه. احنا بتدفع رشوه اصلا، اللي هو تقول لي طب بصي اعملي كذا واخر الاسبوع هنخرج. فدي مش دي يعني ده حلال ما فيهوش مشكله، يعني اعمل كده. ففي حاجات بيحتاج فيها رفق. طب وليه؟ طب ما اعرفش ايه، محتاج ده كتير جدا جدا، محتاج تغافل تمام. وهو فرع عن الرفق بالمناسبه. وفي نفس الوقت محتاج حزم نافع. لازم يبقى لك صوت قوي. صوت قوي مش يعني تزعق، صوت قوي يعني وقت تاخد فيه قرار قوي معروف ان خلاص الدنيا خلصت والنقاش انتهى. ده لازم. وبالمناسبه عشان ده يكون موجود وجاد لازم ما تتنازلش عن القوامه بتاعتك من البدايه، تفضل محافظ عليها. انا قاعد في الكنترول روم وعارف اللي بعرف اهزر امتى واضحك امتى ويبقى في رفق امتى، واقول لا الموضوع ده منتهي والنقاش انتهى وانا سمعتك وما اقتنعتش، رغم انه كلام مقنع جدا جدا بس غلط. باذن الله هنعمل اللي انا قلت عليه والموضوع منتهي، وادي شوكولاته وكل سنه طيبه. يعني اتصرف تمام. واحيانا نقول ايوه ده قراري واحنا كلنا هنمشي عليه، وانا رب الاسره ولازم في الاخر ان انا امشي البيت، فده قراري بالمناسبه. والحزم انا قلت الحزم النافع ليه؟ لان في حزم يكسر. فلازم تفهم دي جدا، ان مش مطلوب منك ان انت تاخد القرار اللي يكسر العلاقات الاجتماعيه داخل الاسره. احيانا بيبقى مطلوب منك ان انت تاخد القرار اللي ينهي الجدل والنقاش.